السلام عليكم، مساء الخير عليكم. معلش اني اتاخرت عليكم في الفيديو بتاع محشي اللفت. والله على الجمال، شايفين المقبلات الرائعه. الطبق ده بصوا بالنسبه لي حاجه حكايه. اكله كده لوحده بدون اي حاجه معاه، اقطع يعني اجيب العيش كده واقطع من البدنجان والطماطم والفلفل وناكل. نتكلم بقى عن محشي اللفت عشان انتوا صبرتوا عليا كتير. بس عايزه اقول لكم ان الفيديو ده فيه عرضته للنهارده، وليه حاطه فيه وصفتين. والشاطره اللي تعرف، يعني عارفه ان انتم متابعيني متابعه جيده، اللي متابعني متابعه جيده يعرف ايه القنه في الفيديو ده. وليه هعرض فيديو اللفت مع حاجه تانية هتشوفوها كمان شويه. بصوا بقى، ده ورق اللفت اللي انا مخزناه اللي هو في الطبق الكبير ده. وهنا بعرض لكم ورق الخاص، لان اللي بعمله في ده هو اللي بعمله في ده. لو سلقتي ورق اللفت او سلقتي ورق الخاص بيمسك في بعضه، بيبقى مش سهل ان انت تسلقيه. يعني لو مستعجله وهعمله نفس اليوم مضطره اسلقه، بيتسلق سلق خفيف جدا دقيقتين. طيب لو انا مش مستعجله ويكون افضل، بجيب الورق واحطه على الشبكه بتاعه التلاجة. تاني يوم بقوم الاقيه طري وزي الفل. طب انا اللي في الطبق ده كميه كبيره، فمضطره ان انا اشيلها في الفريزر من غير ما يتسلق يا جماعه. لو عندك كميه من ورق اللفت او ورق الخاص وعايزه تخزنيه، بتحطيه في الفريزر بدون سلق ودون اي حاجه. لو عايزه تحشيه بمنتهى السهوله ويكون كميه مش كبيره، هتحطيه على الشبكه بتاعه التلاجة، تقومي تلاقيه طري وجميل، لا محتاج سليق ولا محتاج غيره. هنا مقارنه ما بين اللي اتسلق اهو، ورق الخاص اللي اتسلق بيبقى بيمسك في بعضه، هيتحشى ويبقى جميل، بس هيتعبك على ما تفككيه، تاخدي وقت طويل على ما تفككيه. فمن الافضل ان انتوا تعملوهوش نفس اليوم. او لو هتعمليه نفس اليوم، دوري في السوق كله، ده بالنسبه للورق الخاص، دوري في السوق كله على الورق الطري، ما يبقاش الورق الصبح المصحصح، لا جيبيه طري خالص عشان تيجي تحشي على طول، بدل ما تقعدي تفككي وتاخدي وقت طويل. يبقى من الافضل ان انا اجيبه اغسله اسيبه يتصفى خالص، ارصه على الشبكه بتاعه التلاجة، بصوا تصبحوا تلاقوه طري خالص. بس صراحه الربطه دي زي ما قلت لكم دورت لحد ما لقيت الربطه طريه كده، جبتها على الحشو على طول. عملت في الفيديو ده حاجتين، وبعد كده ختمتها بالطبق اللذيذ الجميل قوي ده، اللي هو البدنجان المخلل والطماطم المملحه بنفس الدقه بتاعه البدنجان. اهو المحشي طبعا كلكم عارفين طريقة المحاشي، بس كنت عايزة اكلمكم عن ورق اللفت، لان في ناس كتير جدا ما تعرفش انه بيتحشى، وبيروحوا يشتروا اللفت نفسه عشان يخللوه وما ياخدوش الورق. لا، خدي الورق. ولو انت عايزة ورق من عند البياع، هو اصلا مش بيتباع، ورق اللفت مش بيتباع. على بعد ما يسمعوا فيديوهاتنا يروحوا يبيعوا البياعين، اوعوا تعملوا فينا كده. مش بيتباع، بيبقى بكميات كبيره. بتروح الناس عادي تقول له هات حبه ورق، بيديكي لو شوال هيديكي، يعني لو انت عايزه كميه هيديكي. لو بتتحرجي تعملي كده، روحي يقولوا له عايزه نص كيلو لفت اللي هو بتاع التخليل العادي، واديني حبه ورق هيديكي كميه. خلاص خلصنا من موضوع ورق اللفت، وعرفنا ان هو جميل وشوفوا فوائده. هنا بنظبط المطبخ، طلعت علبي وحاجاتي عشان هجهز شويه طبخات كده معاكم. ودي طبخة السبانخ اللي فيها القنة اللي انتوا هتعرفوها من نفسكم، زي ما حطينا المرة اللي عدت صورة المحشي وانتوا ناس عرفت ان هو ورق اللفت وناس لا. المرة دي ناس هتعرف ايه القنة في الفيديو ده وناس لا، فهنشوف من الشاطرة فيكم. انا بجهز السبانخ على العمايل، وهنا طبعا بغسل من الديسبنسر، لان انتوا عارفين ان المطبخ الجديد ده اوضة من البيت فما فيهاش حوض. عملت حبة رز ابيض كأنه رز معمر، والله تحفة، عشان اقدمه مع السبانخ اللي انا بطبخها في الصينيه الكهرباء دي. وهبقى اعمل لكم ريفيو عن او فيديو كامل كده عن الصواني الكهرباء، عشان في واحده جميله من المتابعات قالت لي عرفيني الاستخدام الحلل الكهرباء. هو في حلل وفي صواني، عندي الاثنين، وان شاء الله اعمل لكم الفيديو. هنا بعمل حبه دقه صغيرين مش للتخزين، حبه على قد ما هستخدم دلوقتي عشان تمليح البدنجان، بس انا دايما بعمل تخزين. يعني بعمل الكوز على اخره واعمل منه 5 6 برطمانات. وعملت اكلة السبانخ الرائعة دي اللي انا عايزة اقولها لكم باستفاضة، واتعملت ازاي وفوائد السبانخ ايه وحاجات حلوة كتير. بس مش هقولها لكم دلوقتي، هقولها لكم واحنا بنحل اللغز بتاع الفيديو ده، عشان تعرفوا الحكاية بتاعته. بس نتكلم دلوقتي عن السبانخ الجميله دي. عملت السبانخ جنبها رز ابيض. في ناس بتاكلها بعيش، في ناس بتاكلها برز بشعريه، بس انا من عشاق الرز الابيض، بحب الرز الابيض مع السبانخ. بحب الرز الابيض مع الاسماك كلها، خاصه السمك المشوي. وكل واحد يعمل الحاجه اللي هو يحبها جنب اي اكله، مش الاكله دي بس، جنب اي اكله تملحي حبه بدنجان، تقلي حبه فلفل وتعصري عليهم ليمون وتحطي كمون وتحطي من الدقه بتاعه البدنجان. اكله من الاكلات التحفه، يعني هو طبق البدنجان ده انا بالنسبه لي يبقى اكله لوحده. بصوا بقى، طعم
انتوا فين تيجوا تدوقوا؟ ما ينفعش التصوير بس، التصوير مش بيطلع الحاجه بالمستوى اللي الواحد بيبقى عامله لها. والله اللي يعني القط بتاعي كان هيتجن، وانا عماله اقول عايز ايه، انا لسه حاطه له دراي هو جايه، والقطه التانيه راحت جايه وراه وعمالين يشمشموا يشمشموا. ماما حطيت لهم، قلت يمكن عايز الرز ابيض اجرب، بس يعني مش احط طبيخ هياكل طبيخ. حطيت الرز الابيض، ما شاء الله ما شاء الله لهفوه اكتر من الدراي. ايه احنا مالنا مال القطط، خلينا في اللي احنا فيه. عملت السبانخ والبدنجان بتاعي، عملت حبة الدقة كلكم بتعملوها وشطار وزي الفل. بس برضو هنقول بالنسبة لبنوتاتنا اللي ما تعرفش، عشان التكات بتاعت الدقة دي بصراحة يا جماعة تكات مش أي كلام يعني. وعاملها في الخلاط سريعة وجميلة، تحطي فلفل أحمر وأخضر مع بعض، وحبة كمون، وحبة ملح وحبة خل وحبة عصير ليمون. ولو الخلاط مش ماشي ما يجراش حاجة، لو حطيتي حبة مية مش هيجرى أي حاجة. الدقة من الحاجات اللي بتعيش فترات طويلة وبره التلاجة، وحبة المية مش هيبوظوها لأن هي معمولة من حاجات حامية ومن ملح وكده، فبتعيش. طول ما الدقة موجودة بقى أقطع طماطم وأملح، أقلي فلفل وأحط عليها. الدقة ممكن أحط منها على المكرونة وعلى كل حاجة، من الأطباق اللذيذة جدا. أدي الفيديو بتاعي، وأدي محشي اللفت اللي كنتم منتظرينه. دوروا على اللفت يا جماعة وخزنوا الورق، خزنوا املوا الفريزر بتاعكم. أدي الورق بتاعي، هرجع بقى حاجتي تاني الفريزر. واحلى حاجه طبقي الجميل اللي انا بصوا كلمتكم عنه كتير قوي. بحب قوي قوي الطبق ده. يلا حلوا الفزوره وانتظروني بكره ان شاء الله.